سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد، وصفه جديده. الوصفه تاع نهار اليوم مملحه اقتصاديه بالعجينه السائله. وصفه سهله خفيفه ظريفه تحضر معك في دقائق. بلا ما نطول معكم، ندوزو مع بعض المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير راح نحتاجو 3 حبات ديال البيض، راح نحتاج نص كاس تاع حليب، راح نحتاجو 3 مغارف تاع الزيت، مغارف تاع ماكله تاع الزيت. حشو اختياري، هنا نحتاجو الجبن، نحتاجو طون، نحتاج زيتون، راح نحتاج ان بو ياغورت ناتور 90 غرام، وراح نحتاجو حوالي 6 مغارف تاع اكل فرينه مع كيس تاع خميره كيميائيه وزن 10 غرام، والملح بطبيعه الحال. نبداو بطريقه التحضير، طريقه سهله تحضر معك في دقائق اون باراليل تجيك بزاف بنينه. بسم الله. نبداو اول حاجه بالبيض تاعنا. هنا خديت 3 حبات يكونوا كبار، الا كان عندكم بيض صغير ديروا 4 حبات. فوالا، نكسر هذوك حبيبات ديال البيض، بعد نزيد عليهم الملح. العجينه هذه ما راح تخمر، ما راح نستناوها تخمر، نطيبوها مباشره. هنا كي تكونوا تبريباريوها وجدوا الفرن تاعكم سخنوه باش تدخلوها مباشره للفرن. نديرنا الملح، نزيدوا علبه ياغورت طبيعي، قلت لكم وزن تاع 90 غرام، اي نوع تفضلوه، انا نحب هذه. ونخلط، ندخل كامل هذوك المكونات، هذاك البيض مع الياغورت غير بالفوي هكذا كيما كنتو تشوفوا. نخلط مليح. فوالا حتى يبيض لي الخليط. نضيفوا بقيه المكونات، قلت لكم نص كاس ديال الحليب، ونزيدوا الزيت من المستحسن تستعملوا زيت زيتون، راح يعطيها طعم وصحي اكثر. قلت لكم 3 مغارف ديال زيت زيتون. فوالا نديرهم مع بعض ونبقى نخلط حتى يدخلوا كامل المكونات مع بعض. ونضيفوا لافارين حوالي 6 مغارف بيان بومبي، ليكيفالون تاع كاس تاع فارينه. دونك فوالا. وشنو ما راحش نديروها دفعه واحده، نقسموها على 2، نديروا الدفعه الاولانيه ومن بعد نزيدوا الدوزيام بالعقل. راح يجيكم قوام خفيف نوعا ما. دونك راح تشوفوا القوام اللي لازم تتحصلوا عليه. بديت بالكيس تاع لا ليجور، قلت لكم وزن 10 غرام، ومن بعد نزيد عليه نغربلو ونزيد نص كميه تاع لافارين. انا هنا خدات لي كامل الكميه. شوفوا بعد ما درت نص تاع لافارين راهو بزاف جاري. دونك هنايا راح نزيد الكميه دوزيام اللي خليتها، ونخلط غير بالفوي كيما راكم تشوفوا. حتى تحصلوا على هذا القوام، قوام يجي خفيف ماشي كما تاع المسكوت ولا تاع الكيك. ولا لازم نتاكد بلي ما بقاليش فيه دي غريمو كيما راكم تشوفوا. ونستعمل الخليط مباشره. هنا خديت هادو اللي يدخلوا الفرن، تقدروا تستعملوا صغار، انا ما عنديش هذوك الصغار دونك استعملتهم هكا كبار. هذوك تاع لي ميني كيش يجوا خفاف اكثر ويجوا بنان اكثر، وما في الشكل يجوا خير. هنا استعملت هادوما. كل واحد نحط كيما راكم تشوفوا، نحط كميه من هذيك العجينه السائله تاعي. هنا هادوك دهنتهم بيان سور بلا مارغرين ولا زبده ولا واش عندكم، ونعمرهم. نحاول ندير نفس الكميه في كل وحده، ما تعمروهمش بزاف باش ما يجوكمش فريمون خشن باسكو راح تخمرنا. دونك عمرو جوست قيس ما تغطوا لو مول تاعكم. ونديروا لهم واش تحبوا، واش كان عندكم في الدار. بولي كان عندكم طايب، تقدروا تفتوه فيونداشي بولي هاشي، واش حبيتوا تقدروا ديروه. انا هنا استعملت الطون كيما راكم تشوفوا، عمرتهم بالطون. راح نزيد لهم جبن مبشور. الفرماج تحب الفرماج، دونك قد ما تكثروا لها قد ما راح تجي بنينه من الداخل. استعملوا نوعيه تكون مليحه تاع الفرماج باش يذوب لكم الداخل ويعطيكم ذوق بنين. كيما راكم تشوفوا عمرهم باش حبيتوا قلت لكم.
وزت انايا ضفت لهم شويه زيتون، نحب الزيتون الاسود في هاد المملحات، قطعته هكذا شرائح صغار درتو لداخل. تقدروا ديروا زيتون خضر، تقدروا ديروا مايز، تقدروا ديروا واش كان عندكم متوفر في البيت. ونضيف كميه معتبره من الجبن، يعني الجبن ما تشحوش، ديروا كونتيتي. راح يعني يعوضوكم هاد لاغوسيت، راح تعوضكم في ليكيش، غوسيت سهله دونك تقدروا ديروها، راح تعوضكم في ليكيش، راح تعوضكم بلان دو سالي. تقدروا تقدموها مع دي سوب، مع شوربه، مع من حبيتو، حتى وتقدموها هكذاك يعني خفيفه وتتقدم افيك اون سالاد. ونغطيو الخليط تاعنا هذاك لافارس تاعنا مباشره بالعجينه، نديرو كميه قليله بارابور لو فون واش درنا، دونك نقصو، ديرو غير جوست ما تغطيو الحشو تاعكم. فوالا كيما راكم تشوفوا ما كثرتش كيما درت من الاول. من الاول قلت لكم ما تكثروش باش يجوكم خفاف، قد ما يعني ديروا ابان فين كوش، قسم تغطيوهم برك وتدخلوهم مباشره للفرن وتقدموهم. هنا بعد ما خرجتهم من الفرن شوفوا النتيجه النهائيه. راح نحل وحده قدامكم باش تشوفوها، جاو خفاف خفاف خفاف. يعني راح جربوهم ومتاكده انه راح تعجبكم وتبهركم النتيجه. شوفوهم فوالا هم كيفاش جاو من الداخل وهما سخونين، يعني قطعت لكم وحده. شوفوا النتيجه. ما بقى لي غنقول لكم، نتمنى تجربوهم يعجبوكم. لا عجبوكم ما تنساوش خلوا لي تعليقاتكم. الى المزيد من الوصفات ان شاء الله، في امان الله.